انا مره بما انك بقول لك بشتغل كل حاجه فكنت عملت اعلان عن كورس فكتبت البوست على صفحتي فدخل لي واحد في الكومنتس بيقول لي غالي جدا 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 10000. رحت ساله 3 اسئله قلت له غالي على الكورس ولا غالي على الشهاده ولا غالي عليك انت؟ ده سؤال قال لي مهم. لا غالي عليا انا. قلت له خلاص روح خدمه العملاء بتاعه البيج قول لهم بابا تامر بيسلم عليكم وبقول لكم ادوني خصم 20% وقسطوا لي على 4 شهور. راح شكرني وراح وسجل. لان هو محتاج الفاليو. بس خلاص عارف حضرتك ده يعني يفسر الحمد لله مش مختلفين على الفاليو. طالما مش مختلفين على الفاليو دورنا بقى السعر الماكسمايز ده بالظبط. يعني احنا مثلا ممكن نلاقي الموقف ده في براند ملابس مثلا. ممكن حد يدخل محل في مول يبص كده على البنطلون يلاقيه 3000 يقول لك ايه ده هو ده الكود ولا السعر ويعمل افيه. ده بيحصل وهو نفس البنطلون كلنا حصل معانا الموضوع ده. وهو ماسك البنطلون يلاقي واحد من وراه كده جاي ايه ده لقطه يروح واخده في الباسكت ومعدي. ايه ده طب انت اللي انت شفته غالي هو بالنسبه له دي حاجه جامده جدا. ففي برايس ريفرنس وفي مرجعيات فبنبدا نقول طب الراجل ده بناء عن ايه قال ان السعر ده غالي ورخيص. فما فيش غالي ورخيص هو في مناسب. صح. انا الكلاينت ولا انا مش الكلاينت.